فثغر الحاضرون أفواههم دهشة مما سمعوه، وقالوا: يا أمير المؤمنين، برجل واحد؟ فقال الصديق رضوان الله عليه: نعم، فإن صوت القعقاع بن عمرو في الجيش لخير من 1000 فارس، وإنه لا يهزم جيش فيه القعقاع. مضى خالد بن الوليد على رأس 10,000 من جنده نحو العراق، ومعه القعقاع بن عمرو الذي عده عليه الصديق رضوان الله عليه ب1000 فارس، ووجه وجهه شطر منطقة الحفير الواقعة على مقربة من الخليج الفارسي مما يلي الصحراء. وكان هرمز أميرا لهذه المنطقة من قبل ملك الفرس. وهرمز، إن كنتم لا تعلمون، أحد الرجال القلائل الذين تم لهم الشرف من الفرس، ولا أدل على شرفه الذي بلغ من قلنصوته